أحلامنا جوا ناس طرح الصدق في عينيه، مليانة بالإحساس تبدر ما فينا فيهم. يا بكرة يا حلمنا يا غنوة عمرنا، شايفين كل البشاير كلمة تاخد ايديهم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وبرنامجكم منارة الثقافة ومن قصر ثقافة الشاطبي في يوم جميل واحتفالية من الاحتفاليات الرائعة التي يقيمها الشاعر الكبير أحمد أدري. النهاردة بيسعدنا أن يكون معنا في لقائنا الأول الأستاذة أماني الكبير. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، منورنا. واحنا سعداء جدا ان احنا نتقابل مع شخصيه زي حضرتك. انا اللي سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده ان شاء الله. احنا بنتكلم على ذوي الهمم وتعدادهم من سكان مصر، يعني بنقول بيقربوا في حوالي بيقولوا 15 لا يا مليون. فندم، وصلنا ل 18 مليون يعني كل الاعاقات سواء ذهنيه حركيه كلها. بكل انواعها. بكل انواع. طيب احنا عايزين نلقي نظره مدى اهتمام الدوله بهم قديما وحديثا، مش علشان نعمل مقارنه ان دول احسن ودول لا مش احسن، لا علشان نبين مدى توجه الجمهوريه الجديده باهتمامها بذوي الهمم. قبل سنة 2018 بقانون 10/2018 اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه باهتمامه بأولادنا، فقرروا المجلس النواب ان هو يطلع قانون 10 لسنة 2018. ومن النقطة دي ابتدت فعلا تنطلق كل الجهات الحكومية والغير الحكومية بان هي تلقي النظر على أولادنا من ذوي الإعاقة. كنا الاول، انا هقول لحضرتك، كنا الاول مهمشين، ما حدش بيهتم بينا، بنروح في اي مكان ما حدش بيعمل لنا حاجه. من يوم ما سياده الرئيس وفخامه الرئيس القى الضوء على اولادنا من ذوي الاعاقه، ابتدت الدوله كلها وكل الجهات تهتم باولادنا، وابتدوا يقوموا على خدمتهم من كل الجهات. واتعمل لهم عام ذوي الهمم، هو اللي هو كان عام سنة 2018. وعندنا دلوقتي كل سنة بيطلع حاجة اسمها قدرون باختلاف، ده اللي بيحضره سيادة الرئيس، وإن شاء الله هيبقى الشهر الجاي في القاهرة. وفي عندنا ملتقى تاني اسمه ملتقى أولادنا، بردك ده بيبقى في القاهرة، وده بيبقى على مستوى 26 دولة، بيشارك فيه 26 دولة على مستوى العالم. والسنة دي كان في شهر 9، وأولادنا من ذوي الإعاقة أخذوا مركز 3 عالم. طيب احنا شفنا ابداعاتهم، يعني ابداعاتهم في ناحيه الفن، وبدأ تظهر ابداعاتهم. يعني في النقطه دي احنا بندي فيه او بنوضح حاجه مهمه جدا، ان اولادنا من ذوي الهمم او ان المصريين بصفه عامه اذا ما اتيح لهم الفرصه بيثبتوا جداره. لقينا انه من ذوي الهمم من احتلوا مراكز اولى في الرياضه. فعلا دي حقيقة. دلوقتي احنا كنا الأول ما كانش عندنا اتحاد خاص بذوي الإعاقة، اتعمل حاجة اسمها الاتحاد المصري الذهني لذوي الإعاقة، وده بيقوم فيه على السباحة وكل أنواع الرياضة، وأولادنا كلهم بيشتركوا فيه، وبيطلعوا بطولات برا مصر، وبيحققوا بطولات كويسة جدا في جميع الألعاب. على فكرة احنا كان الأول ما فيش غير سباحة وألعاب قوة، دلوقتي ده وصلنا لحوالي 8 ألعاب جوه الاتحاد، وإن أولادنا ابتدوا يمارسوها ويلعبوا في. ما كانش عندنا كرة قدم، بقى لنا سنتين الولاد ابتدوا يدخلوا في منافسات كرة قدم، ابتدوا تايكوندو، مصارعة، باسكت، كرة طايرة، سباحة، كل الألعاب وألعاب القوة طبعا بكل مشتملاتها. فأصبح المساحة مفتوحة لقدام أولادنا في كل اللعب سواء دولية أو محلية. احنا عندنا بطولة جمهورية، عندنا بطولة الكاس، عندنا بارالمبية، عندنا أولمبية، عندنا سبيشال أولمبيك، وعندنا الاتحاد المصري. طيب دايما بنقول ورا كل ناجح وكل متفوق لابد انه يكون وراه داعم، مش كده؟ صح. طيب احنا بنشوف ذوي الهمم، بنجد أن الأم المصرية اللي هي بنسميهم دلوقتي كما أطلق عليهم السيد الرئيس عظيمات مصر، دايما تلاقيها ورا ودعمة لابنها أو بنتها. بتحب تقولي إيه للأم في هذا الموقف؟ أنا هتكلم عن نفسي عشان أنا أم لذوي إعاقة. مش هقول لك إن إحنا تعبنا جدا، شفنا حاجات كتير. يعني فعلا هو
شيء عظيم يستحق التقدير، وشيء عظيم يستحق ان احنا نفرح. وهذه الدموع بنقول انها دموع فرح. دموع فرح لمين؟ لابني او بنتي اللي انا بشوفها في الوضع، لكن بشوفها بتحقق حاجات كبيره جدا. ده انا اضحك، ده دموع فرح، دي مش دموع حزن. احنا تعبنا جدا مع اولادنا علشان نوصل بيهم للمرحله اللي انتوا شايفينهم حاليا دلوقتي بيها. جاهدنا. اولا انا هقول لحضرتك حاجه، قبل 2018 اولادنا دولت كانوا بيتعرضوا لامور كتير جدا في المدارس وفي الحياه وفي الشارع، في كل حاجه. ما كانش في الرعايه اللي هي ان احنا بنشوفها. في اسر قافله على اولادها وما بتطلعهاش، كانوا بيتكسفوا ان هم يطلعوا اولادهم عشان يوروهم للناس، يقول لك ازاي يقول ان انا عندي عيل معاق. طب قبل ما تكملي حضرتك النقطه، طب ده راجع ان احنا بنقول ايه؟ ان في المجتمع المصري في الجمهورية الجديدة بدأ الوعي والثقافة عنده تنمو. بالظبط كده، ابتدت فعلا دخول اولادنا ودمجهم وسط المدارس العاديه، وسط النورمال، الاولاد الطبيعيين. لما الطفل يدخل من اللي هو من الكيجي ومعاه زميله معاق وهو خلاص اتعود عليه ان هو كده، فانا كده عودته من صغره ان انت زيك زيه، مفيش فرق بينه. لكن احنا بنتكلم ده على الكبار. لا، الكبار ابتدوا يشوفوا اهتمام الدوله واهتمامنا احنا وضغطنا ان احنا اولادنا يبقوا في وسطهم وان هم ياخدوا حقهم زيهم زي اي حد طبيعي، خلى الناس تحترمنا وخلى الناس انها تقدرنا وتساعدنا في نفس الوقت. يعني كلمات جميلة جدا. أنا بتوجه بالشكر الجزيل ليكي، أولا كأننا في لقاء مع حضرتك، وثانيا كأم من ذوي الهمم، اللي أنا عارف أنه مدى الجهد الكبير اللي حضرتك بتبذليه علشان تشوفيه زيه زي كل أولادنا وزي كل الشعب المصري كله. بتمنى لك كل التوفيق، وبشكر الأستاذة أماني الكبير على الشكر والتقدير. ميرسي جدا يا فندم، شكرا جزيلا.